السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده بقى قلنا نعمل روتين بسيط كده في الشتاء. قلت بقى امسك السفرة امسحها كده وانضفها واشيل الفرش بتاعها واحط الفرش الشتوي عشان ده فرش صيفي. يعني بيبقى حاجة بسيطة كده ان يكون الازاز باين منه. هاخده كده بقى اغسله وامسكها بقى مسحة نضيفة كده، امسحها بقى مسحة نضيفة وافرشها الفرش الشتوي. برضو احنا ايه يعني ايدينا في الشقة ما بنخليهاش نصبر عليها يعني انها تتوسخ او كده، لا احنا بنعملها على طول بحيث ان احنا ما نتعبش فيها وتبقى ايه كل حاجة تبقى بسيطة علينا. طبعا المدارس والصبح كل يوم بتخلينا مش قادرين نعمل اي حاجة بصراحة، فاحنا ما بنستغل الفرصة بقى اللي احنا بنصحى بدري وبنقول نخلص شغلنا بقى بدري احسن. طبعا صحيان البدري دوت ايه مهم جدا صحي، لازم طبعا نستغل ان احنا بنصحى بدري. بقى صحيان بدري ده صحة، فاحنا لازم نستغله في ان احنا ايه نخلص حاجاتنا كده ايه بدري بدري. زي ما انتم ما شايفين كده كده احنا مسحناها مسحة حلوة كده. طبعا في ملمع الازاز ممكن تحطيه على الازاز نفسه وممكن تحطيه على الفوطة اللي انت بتمسحي بيها. ترشي كده ايه رشتين بيدوا لمعة جميلة قوي للازاز. شايفين المنظر؟ هجيب بقى الفرش بتاعه وافرشه معاكم. ده فرش السفرة، انا بغسله وبحطه في الكيس بتاعه. ده الفرش الشتوي زي ما انتم ما شايفين كده. بصراحه ما بيخليش السفره يعني ايه تتسرب بسرعه، غير الفرش بتاع الصيف بتبقى الازازه بتاعت السفره بتبقى باينه، على طول لازم ايه استخدمه. ده انا جايباه شتوي. بصوا هو المفرش بتاع السفره بيبقى الشتوي ده بيبقى تخين شويه. بصوا بيبقى عامل ازاي، بيبقى عامل زي فرش الانترهات كده، فبيستحمل بصراحه معايا. وبغسله وبحطه في الكيس زي ما هو لغايه ما الشتا ما بيجي. بحاول بقدر الامكان برضو ان انا احافظ على حاجتي بحيث ان حاجتي ما تتبهدلش. افرشه بقى معاكم كده. بسم الله. هو بيدي منظر جميل قوي للسفره، بس بصراحه ما ينفعش احطه في الصيف، هو الشتا بس. وكده انا خلصت فرشه، اديني فرشته اهوت. هو برضو مبيتي لايق مع السفره. هحط بقى الحاجه بتاعته. رمضان قرب بقى، كل سنه وانتم طيبين. طلعت بقى الفوانيس كده قلت برضه احطها. انا بحب اشوف زينة رمضان قبل رمضان بفتره كده، تدي منظر حلو برضه للشقه. وكده اكون خلصت السفره زي ما انتم ما شايفين كده، فرشتها كده معاكم. ودلوقتي يا حبايبي قلت اكنس برضو السفره بعد ما خلصت كده عشان انضفها. طبعا انا لسه ماسحه وفرشه برضو من يومين، هي بس محتاجه ان انا اكنسها بس. طبعا ايدينا لما بتبقى في الشقه على طول بتبقى حاجه كويسه، لان شقتنا بتبقى متروقه على طول ما بنسيبهاش تتوسخ. طبعا ممكن اي حد يجيلكوا كده تبقى الشقه متروقه، ونستغل بقى ان احنا بقينا نصحى بدري عشان المدارس، فلازم نستغل الوقت ده. طبعا لما بنبدأ بدري بنخلص شغلنا برضه على الظهر كده بنبقى مخلصينه، ويبقى حاجة كويسة. طبعا عشان المذاكرة برضه للأولاد وكده يبقى عندنا وقت ليه، ما نكونش يعني مقصرين معاهم ولا حاجة. خلصناها برضه كده ايه كانسة نضيفة كده. وكده انا خلصت السفرة زي ما انتم ما شايفين كده. وجبت بقى النمر حطيته في السفرة، استنى اوريه لكم. حطيت مكانه هنا كده جنب السفرة.
وجبت الاسدين الصغيرين دولت يعني يدوا منظر كده، حطيتهم كده. وكده هكون خلصت السفرة، فرشتها معاكم اهوت، وخلصت الارضية زي ما انتم ما شايفين كده. ودي بقى اوضة الدروس، يعني المدرسين بقى بيجوا فيها، طبعا متنحكشة، قلت برضه ايه اروقها معاكم كده واكنسها معاكم برضه كنسة حلوة كده زي ما انتم ما شايفين. قلت بقى امسح السفرة بتاعت الانتريه بالراحة كده. طبعا انا حطيت سنة ديتول عشان تطهر الترابيزة. طبعا المطهر ده لازما عشان خاطر اولادنا يكونوا بصحة كويسة، ما يتعبوش. وبعد كده هفرشها بقى بالمفرش بتاعها اهو. سبت بقى المخدات شلتها، قلت عشان انفض الانتريه كنبه كنبه كده. نحط الشنط بقى بتاعت الكنبه. بسم الله. ودي كده دباديب احطها برضو ايه منظر كده زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده افرش السفره قبل ما اكنس، بحيث ان انا اكون نضفت الانتريه. حطيت الزهريه بتاعته اهي زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي يا حبايبي احنا روقناها اهي، لسه بس هنكنسها زي ما انتم شايفين كده. قلت بقى كنس الاوضه خلاص، انا كده خلصت ترويق، هي بس ناقصه بس على القميص زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اشكر متابعيني على الكلام الحلو اللي بتقولوا لي في التعليقات، ربنا يخليكم ليا يا رب. مش عايزه اقول لكم ان انا كل ما اجي اكسل ان انا انزل فيديو واقول مش منزله تاني، تعليقاتكم بتخليني ان انا اكمل. ما تحرمش منكم يا رب حبايب قلبي، دايما تعليقاتكم بصراحه بتبسطني وبتخليني مبسوطه. بشوف اقول لا خلاص هرجع تاني واكمل تاني. ربنا يخليكم ليا يا رب. كده خلاص انا خلصتها هي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا مشاركه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكده نكون خلصنا ايه اوضه الانتريه معاكم برضه.